الكشري تلاقيه في عربية في الشارع، وتلاقيه في أفخم مطاعم في البلد، والغني والفقير بياكلوه. بس حد سأل نفسه الكشري ده أصله إيه؟ وجه منين؟ ومين أول واحد خلط الرز مع العدس مع المكرونة؟ استنوني في حلقة جديدة من حكايات مصرية مع شيرين، ونعرف حكاية الكشري. الكشري أكلة المصريين الأولى بلا منافس. بس تاخد المفاجأة إن الكشري مش مصري. والله زي ما بقولك مش مصري، الكشري طلع أصله هندي. تعالى أحكي لكم الحكاية. يرجع أصل الكشري الهند، وكان اسمه إيه؟ كتشري، مش كشري، كتشري. وكان بيخلطوا العدس مع الرز وبياكلوه، وبيعتبروا الوجبة دي أساسية في حياتهم. ليه؟ بسيطة وفي نفس الوقت بتشبعهم. وفي القرن ال19 لما الإنجليز احتل الهند أكل الكتشري وعجبه، فأخد الطريقة وبقى يروح أي بلد بيروح يحتلها بيعمل الكتشري هناك، لحد ما وصل فين؟ وصل مصر. أما المصري أخد باله من الأكلة اللي بياكلها الإنجليز. هو بيحط العدس مع الرز بياكلها ازاي؟ عرف الطريقة، ياخدها يسيبها؟ لا، لازم يحط التاتش بتاعه. قالك ايه بقى؟ انا هاخد الفكرة الرز مع العدس، بس ازود عليه شوية مكرونة، احط عليه شوية صوص احمر، وازوده بشوية دقة وشوية بصل مقلي. ومن هنا بقى من كشري الكشري المصري الأصيل. يعني باختصار الكشري أصله هندي بس مصري 100%. وبكده وصلنا لنهاية حكايتنا النهاردة، واستنوني في حكاية جديدة من حكايات مصرية مع شيرين، وما تنسوش اللايك والشير.